لو جالك سؤال زي ده تحله ازاي؟ هتبدأ بالجمع ولا بالضرب ولا بالقسم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب بص يا معلم، لو انت مثلا عايز تعمل طبق سلطة، اول حاجة لازم تجيب الخضار، بعدين تغسل الخضار، بعدين تقطع الخضار، اخر حاجة هيبقى معاك طبق السلطة. يعني في خطوات انت بتمشي عليها. طيب انا عشان احل مسألة زي دي قال لي في حاجة اسمها ترتيب العمليات الحسابية. ايه ترتيب العمليات الحسابية ده بقى؟ قال لي اول حاجة تعمل العمليات اللي جوه الاقواس، تاني حاجة الاسس، تالت حاجة القسمة او الضرب، واخر حاجة الجمع او الطرح. طيب ازاي؟ تعال نشوف على المثال بتاعنا. قال لي عندك 2 زائد 3 في 2 أس 2 على 3. احنا قلنا أول حاجة إيه؟ الأقواس، يبقى أعمل اللي جوه الأقواس، يبقى دي 2 زائد 3 في 2 ب6 أس 2 طبعا على 3. تاني حاجة بعد الأقواس قلنا مين؟ الأسس، يبقى هعمل 6 أس 2. 6 أس 2 بكام؟ برافو 36. يبقى 2 زائد 36 على 3. قلنا بعد الأسس الضرب أو القسمة، يبقى هعمل عملية القسمة الأول قبل الجمع. 36 على 3 فيها الكام؟ برافو فيها ال 12. يبقى 2 زائد 12 هتساوي 14. طب تعال نشوف كمان مثال. عندي 4 زائد 2 في 3 أس 2 ناقص 10 على 2. احنا اتفقنا أول حاجة عندي مين؟ الأقواس، يبقى 4 زائد 2 في 3 ب6 أس 2 ناقص 10 على 2. جميل. بعد الأقواس مين؟ الأس، يبقى 4 زائد 6 أس 2 36 ناقص 10 على 2. قلنا بعد الأس القسمة أو الضرب، هنا عندي قسمة يبقى أعمل القسمة الأول، يبقى 4 زائد 36 10 على 2 فيها الكام؟ فيها الخمسة، يبقى ناقص 5. دلوقتي عندي جمع وطرح، هبدأ بالأول ناحية الشمال. 4 زائد 36 40. 40 ناقص 5 35. يلا شوف المثال ده وقول لنا الحل في التعليقات، هتطلع 22 ولا 20؟